إيه اللي بيحصل لما الحياة اللي خططنا لها بكل تفاصيلها فجأة تنهار؟ يعني تخيلي إنك في قمة مجدك، جراح أعصاب لامع، خلاص فاضل شهور وتخلصي تدريب قاسي استمر 10 سنين، مستقبلك كله مرسوم قدامك، وفجأة في لحظة واحدة بتلاقي نفسك على الناحية التانية، الطبيب بيتحول لمريض. النهاردة هنغوص في قصة بول كلانيسي من خلال مذكراته اللي هزت العالم عندما تتحول الأنفاس إلى هواء. إحنا هنحاول نفهم إزاي إنسان ممكن يواجه انهيار هويته بالكامل، وإزاي بيحاول يبني معنى جديد من حطام حياته اللي فاتت مستخدماً سلاحين ممكن يبانوا غراب جداً: المشرط والقلم. النهاردة هنتكلم عن قصة مش عادية خالص، قصة كتاب عندما تتحول الأنفاس إلى هواء. هنعيش مع بعض الفصل الأخير في حياة طبيب استثنائي، فصل هيخلينا نفكر في كل حاجة. بصوا على الجملة دي: مستقبلي اللي خططت له كويس وكسبته بصعوبة ما بقاش موجود، هويتي الشخصية انهارت. يعني تخيلوا كده، تبني حياتك كلها على حلم وفجأة كل ده يتهد. الاقتباس ده من بطل قصتنا بول كلانيثي، بيوصف بالظبط لحظة الزلزال اللي قلبت حياته كلها. وده بيوصلنا للسؤال المحوري، سؤال صعب قوي: ايه اللي بيحصل لما الطبيب اللي بينقذ أرواح الناس يلاقي نفسه هو اللي محتاج إنقاذ، لما الشخص اللي بيدي الأمل هو نفسه اللي بيدور عليه؟ دي بالظبط الرحلة اللي هنستكشفها سوا. طيب، عشان نفهم حجم المأساة دي لازم الأول نعرف مين هو بطل الحكاية دي. مين هو الدكتور بول كلانيثي؟ بصوا كده على السيرة الذاتية دي: ستانفورد، كامبريدج، ييل. دي مش مجرد جامعات، دي أحلام، وهو حققها كلها. الراجل ده كان بيجمع بين حاجتين عكس بعض تماما: دقة المشرط بتاعة الجراح وعمق الكلمة بتاعة الأديب. كان بيجهز نفسه عشان يبقى واحد من أهم جراحين المخ والأعصاب في العالم. لكن عند سن 36 القدر كان ليه خطة تانية خالص. المصيبة هنا مش بس في المرض، المصيبة في التوقيت. يا جماعة تخيلوا معايا، فاضل سنة واحدة بس، سنة واحدة ويني 10 سنين من التدريب الشاق، يبقى على خط النهاية لسباق دوري فيه عمره كله، وفجأة السباق اتلغي. هو ده الإحساس، كل حاجة بناها اتهدت في ثانية. وهنا بقى حصل التحول الصادم، من الطبيب اللي في إيده القرار بقى المريض اللي مستني القرار، من الفاعل للمفعول به. الأزمة الحقيقية هنا ما كانتش في جسمه، لأ، الأزمة كانت في روحه، في سؤاله لنفسه: أنا مين دلوقتي؟ عشان كده التحليل بتاعنا لازم يتنقل من التشخيص الطبي للتشخيص النفسي، لأن اللي حصل لبول كلانيسي كان أكبر بكتير من مجرد مرض. ده كان زلزال ضرب هويته كلها. كلنا ساعات بنقف ونسأل نفسنا: هو أنا مين؟ بعمل إيه هنا؟ دي اللي بيسموها أزمة الهوية. بس تخيلوا إن السؤال ده يجيلك وإنت عارف إن الوقت المتبقي قليل جدا. ده بالظبط اللي كان بيواجهه كلانيسي. طيب، أزمة الهوية دي ليها نوعين أساسيين. الأول اسمه أزمة الشرعية، وده لما يكون جواك هويتين بيشدوا في بعض، زي مثلا أب وفي نفس الوقت جندي في حرب. والتاني وده الأخطر اسمه أزمة الدافع، وده لما البوصلة اللي بتحركك في الحياة فجأة تقف، كل الأهداف والقيم اللي كنت عايش عشانها تفقد معناها تماما. قصة كلانيثي بتورينا النوع التاني ده بوضوح شديد، أزمة الدافع. الصراع بتاعه ما كانش بين هويتين، لأ، صراعه كان مع فقدان الهوية كلها. البوصلة اللي كانت بتوجهه في الحياة اتكسرت. سؤال بسيط لكن مرعب: لما تعرف إن مفيش بكرة، إيه اللي يخليك تقوم من السرير النهاردة؟ طيب، كل ده كلام نظري. تعالوا بقى نشوف إزاي أزمة الدافع دي كانت بتترجم على أرض الواقع، إزاي كانت بتوجع كلانيسي كل يوم في حياته. تخيلوا الإحساس، إحساس دايم بالفراغ ولخبطة، مش عارفين إيه الصح وإيه الغلط، التزام متردد، وقلق، قلق مستمر بياكل في الواحد من جوه. دي ما كانتش مجرد كلمات على الشاشة، دي كانت حياة بول كلانيثي اليومية. وهو نفسه عبر عن ده بأحسن طريقة، قال: المستقبل بدل ما كان سلم بنطلع عليه عشان نوصل لأهداف الحياة، اتسطح وبقى مجرد حاضر أبدي. الفلوس، المكانة، كل الغرور ما بقاش ليها أي قيمة. يا الله، كلام يوجع. فكرة المستقبل نفسها اتشالت من قاموسه، حياته بقت مجرد لحظة حاضرة، طويلة ومؤلمة. الصراع الداخلي ده بيظهر قوي في كلامه هنا، بيقول ممزق بين كوني طبيب وكوني مريض، بين التعمق في علوم الطب والرجوع للأدب عشان ألاقي إجابات. كافحت. كان جواه عالمين بيتخانقوا، عالم الطب البارد وعالم الأدب اللي بيدور فيه على معنى.
كان تايه بين المشرط والألم ومش عارف مين فيهم اللي هيقدر ينقذه. لكن في وسط كل الضلمة دي حصل تحول. كلاناثي لقى طريق جديد يعيد بيه بناء نفسه وهويته من تاني. السلاح اللي استخدمه في حربه دي ما كانش علاج كيماوي، كان الألم. في نوع من الكتابة اسمه السيرة المرضية الذاتية. ببساطة بدل ما المريض يبقى مجرد حالة في تقرير طبي بيكتبه دكتور، هو اللي بيكتب قصته بنفسه، هو اللي بيمسك القلم وبيحكي، وبالطريقة دي استعاد السيطرة على حياته. الجملة دي هي نقطة التحول الحقيقية، وهكذا كان الأدب هو الذي أعادني إلى الحياة. هنا قرر كلانيسي إن شغفه القديم بالأدب هو اللي هيكون هدفه الجديد. نفس الأدب اللي درسه زمان في ستانفورد وكامبريدج رجع عشان ينقذه. وبالفعل الكتابة بقت هي طريقته عشان يبني نفسه من أول وجديد، عشان يلاقي معنى للموت اللي بيقرب منه. بالكتابة اتحول من مريض سلبي مستني مصيره لمبدع فعال بيصنع قصته. اتحول من مفعول بيه لفاعل مرة تانية، وبنى هوية جديدة من وسط الركام. الكتابة رجعت له هويته، لكن اللي عمله في النهاية كان أكبر بكتير. عمله الأخير خلى قصته خالدة. شوفوا الأرقام دي، الكتاب اتنشر بعد وفاته ب10 شهور، فضل 68 أسبوع في قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً، اترشح لجائزة بوليتزر وفاز بجوائز تانية كتير. دي مش مجرد أرقام وإنجازات، دي شهادة إن الصوت اللي خرج من قلب الألم لمس قلوب ملايين الناس. فعله الأخير ما كانش نهاية، بالعكس كان بداية لتأثير هيفضل عايش. وهو ده جوهر الموضوع كله. بول كلانيثي بمواجهته للموت عن طريق الكتابة ساعد ناس كتير جدا إنهم يفهموا الموت، وبالتالي يفهموا الحياة بشكل أعمق وأفضل. هو ما استسلمش، لكنه حول ألمه العدسة، ورانا كلنا صورة أوضح للحياة والموت. القصة بتاعته كانت رسالة لمجتمعنا اللي بيحاول يتجنب الكلام عن الموت. والسؤال الأخير اللي بيسيبه لنا هو: لو مواجهة حقيقة فنائنا هي اللي بتدي للحياة معنى حقيقي، يبقى إحنا بنضيع إيه من حياتنا لما بنهرب من المواجهة دي؟ سؤال يستحق إننا كلنا نفكر فيه.